عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة بنينة وسهلة وهي حلوة السيجار بالقطايف مقرمش من برا وطري ولذيذ من الداخل، يجي شكله روعة ويشهي حلوة بسيطة تقدروا تقدموها مع القهوة او الاعياد ولا حتى في المناسبات. المقادير على بركة الله. عندي هنايا كاوكاو، القليل من اللوز والقليل من الجوز والقليل من مات كاجو. بعد ما حمصتهم من الفرن وخرجتهم خليتهم بردوا خلاص يا البنات، باش كي ترحيوهم في الاشوار ما يتعجنش. تحصلوا عليه بهذه الطريقه. انا كيلت بهذا الكاس كاس ونصف. وعندي هنايا كاطو، انا استعملت كالات سينيور بزاف بنين، كيلت منه كاس ونصف بعد ما طحنته في الاشوار. وعندي هنايا سيجار بعد ما قسمته الى نصفين. وعندي حلوة الترك نصف كاس كيلت يا البنات. وعندي مارغرين، وعندي طوفيا كراميل، وعندي المرجان كريمة البندق. اللي ما عندهاش هذا المكسرات اللي ضفتهم للكاوكاو تاعي تقدر تستغنى عليهم وتستعمل كاوكاو، راح يجيها السيجار تاع القطايف بزاف بنين. البنات راني جبت ريسيبيو وحطيت فيه الكاوكاو تاعنا هكذا، ونزيد نضيف البسكويت تاعنا هكذا بهذه الطريقه. وراح نزيد نضيف حلوة الترك. نزيد نضيف نصف ملعقة من المارغرين هكذا يا البنات. نفتح الزبدة تاعي في المكونات هذا باش تدخل الزبدة في هذه المكونات هكذا يا البنات بهذه الطريقة. وراني زدت ضفت القليل من الزبدة هكذا يا البنات بهذه الكمية. راح نزيد نفتحها حتى هي باش تدخل في المكونات تاعنا بهذه الطريقة يا البنات. بعد ما دخلت المارغرين تاعي في المكونات حصلت عليها بهذه الطريقة. وراح نجمع هذه المكونات بالعسل يا البنات هكذا. ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش سائلة، ديروا بشويه وطموا وشوفوا طرح هكذا يا البنات حتى تحصلوا على عجينه. اذا جاتكم سايله يا البنات رحيوا شويه تاع البسكويت وضيفوه، راح تجيكم العجينه تاعكم قد. انا نروح نطم باش تولي لي عجينه ونرجعوا نشوفوها مع بعض. ولهنايا راني تحصلت على عجينه بزاف مليحه يا البنات. خليوها طريه ما تيبسوهاش بزاف هكذا كما هو موضح في الفيديو. هنايا البنات السيجار تاعي راح نحشيه بهذه الكريمه تاع البندق وطوفيا كراميل. نصف نحشيه بطوفيا كراميل ونصف منها الكريمه البندق، ونحطوا هذه الكريمه البندق في البوشيت، ونزيدو نحطو طوفيا كراميل في البوشات وحده اخرى ونعمرو نصف الكميه. راني عمرت الكيس الحلواني بطوفيا كراميل بهذه الطريقه يا البنات. وتجيبوا السيجار تاعكم وتعمروه هكذا يا البنات بهذه الطريقه. راهو كل شيء موضح في الفيديو. راح نزيد معكم حبه هكذا يا البنات بهذا الشكل. انا نكمل الكميه اللي بقات لي ونرجعوا نشوفوها مع نجيبوا ورقه طهي كما راكم تشوفوا في الفيديو ونحط عليه القليل من الخليط بهذا الشكل يا البنات. نزيدوا نحطوا عليه ورقه طهي هكذا ونفتحوا العجينه تاعنا بالحلال هكذا بهذه الطريقه. راهو كل شيء موضح وكل شيء بسيط. راح نكمل نفتحوا هكذا يا البنات ونرجعوا نشوفوه مع بعض. هنا يا البنات بعد ما فتحت العجينه تاعي بهذه الطريقه وبهذا السمك لازم تكون شويه رقيقه يا البنات. وعمرت السيجار تاعي بطوفيا كراميل. راح نشوفوا مع بعض نخدموا السيجار تاعنا. نحطوا السيجار بهذه الطريقه يا البنات هكذا هكذا يا البنات بهذه الطريقة. وتلفوا العجينة تاعكم على السيجار بهذه الطريقة يا البنات كما راكم تشوفوا. لنوصلوا هنايا نقسموا هكذا، نديروا هكذا بهذه الطريقة
نحطو هكذا يا البنات. راهو كل شيء موضح في الفيديو. المبتدئين راح يديروه ثاني بكل سهولة. هكذا يا البنات نعدلو الأطراف بهذه الطريقة، هكذا يا البنات، هكذا. نزيد ندير معكم حبة ونشوفوها مع بعض. هكذا يا البنات بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. طفلوا الحافة تاعكم هذه هكذا يا البنات، واذا شفتوها شويه زايده راح نقصوا فيها. راح نعطيكم كل الخطوات باش تنجحوا فيها يا البنات. هكذا يا البنات بهذه الطريقه. راهي الحلوه تاعنا جد سهله. هكذا انا نكمل الكميه اللي بقات لي ونرجع نشوفوها مع بعض. كما راكم تشوفوا كملت الكميه تاع السيجار. راح نجيبوا العسل والقطايف ونشوفوا مع بعض. راني جبت العسل والقطايف تاعي كما راكم تشوفوا. انا شريتها جاهزه، شريت هذه النوعيه بزاف مليحه يا البنات. نحكموا الحبه تاعي الحلوه تاع السيجار ونعدلوها شويه بهذه الطريقه يا البنات. برمكش تلقاوها شويه تاع وجد، لازم تعدلوها شويه هكذا يا البنات. وتحكموا البانسو تاعكم وديروا له هكذا العسل بهذه الطريقه هكذا يا البنات. تمسحوا الوجه الكامل تاع السيجار تاعكم بهذه الطريقه. راهو كل شيء موضح في الفيديو كما راكم تشوفوا. ونحطوا السيجار تاعنا في القطايف هكذا يا البنات باش يهزلكم كميه من السيجار، يهز كميه لا باس بها هكذا يا البنات. من بعد يا البنات نزيدو نرجعوا هنايا ونعدلوه شويه هكذا يا البنات. نزيد ندير معكم حبه هكذا يا البنات، نعدلوها شويه قبل ما نديروا لها العسل هكذا يا البنات. ونجيو نحموا البانسو تاعنا بهذه الطريقه هكذا يا البنات. هنايا البنات بعد ما كملت الكميه تاعي بالقطايف كيما راكم تشوفوا راح نديروا مع بعض التزيين. هنايا البنات بعد ما ذوبت الشيكولا تاعي انا استعملت شيكولا دادا، ذوبتها على حمام مائي وحطيتها في هذا البوش وراح نديروا خطوط بهذا الشكل يا البنات. اذا شفتوا حبات تاعكم شويه مازالوا معوجين تقدروا تعدلوهم عادي هكذا. راح ندير الخطوط بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. راح نزيد ندير معكم حبه هكذا بهذا الشكل. نكمل الحبات تاعي ونرجعوا نشوفوهم مع بعض. بعد ما كملت السيجار تاعي ودرت له خطوط بالشيكولا راح نزيدو نجيبو هذا المول تاع ترونسبارون اللي هو ورقات على هذا الشكل يا بنات. اذا عندكم على شكل ريشه تقدروا ديروها. راح نعمرهم هكذا يا بنات بهذه الطريقه، وتقدروا تعمروهم حتى بالمغرب باش في ساعه تكملوا. راح تعمروهم بهذا الشكل وتحطوهم في المجمد باش في ساعه يبردوا لكم ويكونوا جاهزين معاكم. انا نكمل لازم تحطوه كيما هكا. انا نكمل هذا الشيكولا تاعي في هذا المول ونرجع نشوفوها مع بعض تاعنا بعد ما بردوا كما راكم تشوفوا. هنايا نجيب الملمع الذهبي كما راكم تشوفوا. راح نديرو بالبانسو بهذه الطريقه، راح نلونو الوريقات تاعنا بهذا الشكل يا البنات كما راكم تشوفوا.
انا نكمل نلونهم بهذه الطريقه ونرجع نشوفوهم بعد ما درت لهم الملمع كما راكم تشوفوا. راح نجيب حبه كما هكا ونديروا لها الشيكولا من الخلف ونلصقوها هكذا يا البنات، هكذا. اذا لقيتوا ملمع اخر ما يكونش هكا بزاف بودره ويجيكم صفر هكا عتزل، اذا لقيتوه لامع بزاف تقدروا ديروه راح يجيكم بزاف مليح كما راكم تشوفوا. ديروا غير الشيكولا هكا من الخلف وتلصقوه بهذه الطريقه. راح نكمل الكميه اللي بقات لي ونرجعوا نشوفوه في صحن التقديم. وهذه هي الحلوه تاعي بعد ما حطيتها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا، ودارت لي 37 حبه. وهكذا نكونوا حضرنا جاتو سيجار بالقطايف بطريقه سهله وناجحه. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوش ديروا جيم وللفيديو تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد من حلويات العيد الفطر. مع السلامه.